ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. انا عارفه ان الاضاءه مش احسن حاجه خالص والدنيا خلاص ليل. بقالي كتير قوي ما نزلتش حاجه، بقالي فتره نفسي اعمل فيديو، بس للاسف الصبح ببقى رايحه الشغل، وانا رايحه الصبح ما بعرفش ان انا اسجل اي حاجه خالص، علشان خاطر بنبقى بنجري نلحق الوقت، علشان بنكون عادة متأخرين، لاني بيبقى ورايا تجهيزات كتيرة قوي الصبح اعملها، فمش بعرف ان انا افتح فيديو يعني واتكلم معاكم. ولما بخلص شغل زي ما انتوا شايفين كده بيبقى الدنيا خلاص ليل، فانا عارفة انا في التصوير مش هتكون الطف حاجة ولا احسن حاجة، بس النهاردة قلت لا خلاص بقى، يعني هعمل فيديو، يعني هعمل فيديو وهشوف لو لقيته يعني وحش قوي مش هنزله، لو نزلته وانتوا شفتوه يبقى ايه، اعرفوا اني انا يعني راضي عليه بشكل مبدئي. يعني ما اهم حاجة بس الصورة هتبقى حلوة والصوت يبقى تمام، وانتوا هتتحملوني، انا عارفة يعني انا عارفة ان انتوا بتتحملوني كتير. المهم زي ما انتوا عارفين كده احنا دلوقتي عندنا اجواء كتيرة قوي، كذا هوليداي هيجي ورا بعض، في ثانكس جيفينج، في الكريسماس، في الهالوين، وانا بعمل فيديو من بدري شوية، ما قدرتش صدقوني اتأخر اكتر من كده، لاني خلاص المناسبة على الابواب. احنا النهاردة 26 والهالوين بيبقى تقريبا على اخر الشهر، يعني 4 ايام كمان ولا 3 ايام، مش ببقى عارفة صدقوني هو امتى بالظبط كمان، لاني انا مش متابعة، مش بنحتفل. ببقى منبهة على الاولاد ان احنا مش بنحتفل بالمناسبة دي، وان احنا بنستنى الثانكس جيفينج وبنستنى الكريسماس علشان خاطر نحتفل وننبسط ونجيب اللعب، نجيب الحاجة الحلوة ونخرج ونعمل كل حاجة احنا ايه عايزينها وحابينها. فانا دلوقتي طالعة اقول لكم لو سمحتوا بلاش تاخدوا بكلامي، يمكن انا مش هبقى لما كل المعلومات، بالعكس انا ممكن في هقول لكم على حاجات ممكن انسى ان انا اقول عليها. اعملوا سيرش، اعرفوا اساس العيد ده ايه، اعرفوا اساسه، صدقوني حاجة مش هتبسطكم خالص ولا هتفرحكم ان انتوا بتخلوا اولادكم تحتفل بيها. محدش يقول لا فرحة، لا الاولاد بتنبسط، لا اصل الاولاد بيشوفوا صحابهم في المدرسة. من فضلكم مفيش حاجة اسمها بيشوفوا صحابهم او ان احنا مش عايزين نخليهم يبقوا مختلفين عن الناس، لا اختلف علشان انت مميز، يعني انت تختلف علشان انت مميز. لو كل الناس هتمشي غلط خليكم انتوا صح، يعني علموا اولادكم كده. في حاجات كتيرة قوي مش هتقدروا بعد كده تسدوا قصادها لو انتوا بقيتوا مرنين في حاجات، ما ينفعش تبقى فيها مرن. لا يعني لا، ونقفل الباب ونتربسه خالص، هتبقى افضل بكتير ما يبقى الباب مفتوح مرة مرة لا، ونعودهم ان هم يحتفلوا ويفرحوا وينبسطوا ويشاركوا، وفي الاخر نيجي نمنع مش هنعرف نمنع طبعا، لان احنا من الاساس عودناهم ان هم يشاركوا. المشاركة حاجة جميلة قوي، بس مش لازم ان انا اقلد، مش لازم ان انا اعمل حاجة عكس عاداتي وتقاليدي وثقافتي. اوكي، ليه نخلي الاولاد تلطم وشها بحاجات مش حلوة ويبقوا شبه العفاريت وشبه الشياطين، ونعمل ديكوريشن على الباب جماجم وحاجات سودة وحاجات مش حلوة، ونرعب الناس والناس بتشوفها تترعب، وكل ما كانت مرعبة كل ما كانت يعني احسن وافضل. ليه بنعمل كده؟ علشان خاطر ايه؟ بلاش نجذب افعال مسيئة لينا ولبيوتنا،
والله يعني الحاجات دي بجد بتجيب الفقر، بتجيب مشاكل، بتجيب عادات تربية غلط مع الأطفال. لو هيشاركوا النهاردة في المناسبة دي بكرة هيشاركوا في حاجات تانية. فمن فضلكم علموا أولادكم احنا مختلفين علشان احنا مميزين، احنا مختلفين عشان دي عاداتنا، دي ثقافتنا، دي تقاليدنا. لو سمحتوا يعني ما تبقوش ماشيين مع اللي ماشيين وخلاص. لاني انا للاسف بلاقي ناس بتبقى ماشيه مع اللي ماشيين وخلاص، ودي حاجه مش صح خالص. وربنا بجد يستر علينا وعلى اولادنا ويحافظ عليهم، لان احنا بقينا في وقت صعب جدا وفي مكان اصعب. يعني احنا هنا كل حاجه فري وكل حاجه واي نوت. فلا لا يعني انا بقول لكم يعني راجعوا، اقروا كويس قوي، شوفوا اساسه ايه. اوكي. هشير فيديوهات بتتكلم عن المناسبة اكتر، علشان خاطر لو حد ما عندهوش وقت يعمل سيرش هتلاقوا. هحط لكم اللينك في اي كومنت او على البيج بتاعت التشانل اللي على الفيسبوك. التشانل عندها بيج على الفيسبوك اسمها الحياة في أمريكا جوجو أند ميمو تشانل، نفس الاسم بتاعت التشانل بتاعتنا. هنزل فيها فيديوهات كتير علشان خاطر المناسبة دي، اسمعوها لو انتوا حابين. لو مش حابين اعملوا انتوا سيرش واعرفوا بنفسيكم، وبعد كده قرروا. لو مناسبة معاكم اتس اوكي، مش مناسبة اتس اوكي. انا قلت اعمل اللي عليا واقول لعل وعسى حد يسمعني، لعل وعسى حد يستفيد. احنا في الاول وفي الاخر بنستفيد من بعض وبنتعلم من بعض. فلو سمحتوا من فضلكم خلوا بالكم على بيوتكم وعلى اولادكم، وبلاش ان احنا نقلد وخلاص. الموضوع عمره ما كان تقليد، وصدقوني مش هتقدروا تسدوا على حاجات تانية اكبر بكتير. النهاردة احنا بنسقف ليهم وبنضحك وبننبسط وبنهفن، بكرة مش هنقدر، بكرة مش هنقدر نعمل كده. ربنا معاكم. اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين. لو دي اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ولو انتم متابعيني ما تنسوش تدعموا المحتوى بتاعي بلايك وتسيبوا لي رايكم في الكومنت. باي باي.